السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نكتب اول كود HTML. طيب انا هفتح الفيجوال ستوديو كود بالشكل ده، وهنا علشان اعمل ملف HTML انا عندي طريقتين. الطريقة الاولى ان انت هيكون ظاهر لك نفس الشاشة اللي ظاهرة لي دلوقتي، والطريقة التانية ان انت مش هيكون ظاهر لك الشاشة دي. لو ظاهرة لك الشاشة دي انت هنا دوس على نيو فايل، لو مش ظاهرة لك روح على فايل ومن هنا اختار نيو فايل. هيبدأ ان هو يفتح لك البوكس في الحالتين اللي هتكتب فيه اسم الملف. طيب خلينا هنا سريعا نفهم حتة معينة. لو انت عندك صورة فالامتداد بتاعها ممكن يكون PNG JPG، بيكون الامتداد بتاعها كده. اي ملف HTML الامتداد بتاعه HTML، علشان لما تيجي تفتحه الملف يفهم ان ده ملف HTML فيه اكواد HTML، فيتعامل معاه على الاساس ده. زي ما تيجي تفتح صورة على المتصفح فهو بيفتح لك صورة. طيب هنا انت ممكن تسمي الملف اي حاجه. انا بالنسبه لي هسميه انا بفضل ان انا اسميه هوم او اندكس. هسميه مثلا خلينا نقول هوم دوت HTML. بالشكل ده هيفتح لي المكان اللي هسيف فيه الفولدر. هنا في الديسكتوب انا عملت فولدر اسمه HTML، هسيف الهوم ده فيه كده. عملت كرييت فايل كده، هو عمل لي الملف. علشان اتاكد ان الملف شغال انا هكتب اي حاجه، يعني هقول ماي نيم از مصطفى بالشكل ده، وهعمل كنترول اس علشان يسيف. وهنا هروح عند الفولدر وافتح الملف بالشكل ده. الملف فتح معانا كده، الملف شغال بشكل كويس مفهوش اي مشاكل. طيب خلينا بقى نتعرف ازاي بنكتب العناصر بتاعه ال HTML. علشان اكتب اي عنصر لل HTML انا عندي فتحة بنسميه element. الكود بتاع ال HTML بنسميه element. الاليمنت ده بيكون ليه فتحة وبيكون ليه قفلة. الفتحة والقفلة دي بيكون ليها طرق مختلفة. واحدة منهم عندنا هنا في الويب او في اي حاجة، لو بتقرأ مدونة فغالبا بيكون فيه عنوان كبير. تعال نعمل العنوان ده مع بعض. العنوان ده بنستخدم فيه element اسمه H1، اختصار لهيدنج 1، العنوان الاول، العنوان الكبير. بيتكتب ازاي؟ بيتكتب بالشكل ده. بتفتح قوس وتكتب H1 اللي هو اسم الاليمنت، وبتقفل القوس. هنا الفيجوال ستوديو مباشرة عمل القفلة بتاعت الاليمنت. الفكرة ايه؟ دي فتحة الاليمنت والحتة دي قفلة الاليمنت. اللي بيميز ما بينهم هي علامة الباك سلاش دي اللي بتعرف المتصفح ان هنا فتحة وهنا قفلة. طيب خلينا بقى نشوف ايه الفرق. يعني طب ما انا هنا كتبت ماي نيم از مصطفى وظهر، ايه بقى الفكرة ان انا اعمل اليمنت؟ يعني ما هو شغال وزي الفل. هكتب هنا تاني ماي نيم از مصطفى عشان نشوف الفرق. ماي نيم از مصطفى، ريلود. بالشكل ده ظهر عندي بشكل كبير، حجم افضل. فهنا اكيد في مكان معين هحتاج ان انا استخدم النص ان هو يظهر بشكل كبير. ال H1 ده عندنا علشان يدينا مرونة اكبر، موجود منه من اول H1 لحد H6. كل ما تعلى بالرقم كل ما الخط يصغر. يعني خلونا نجرب نستخدم H2، ده موجود منه 6 H2 بالشكل ده، وهكتب فيه نفس الكلام ماي نيم از مصطفى. خلونا نروح نشوفها. ماي نيم از مصطفى ظهرت اصغر شويه. خلونا نستخدم H6 هنا هنا مثلا H6. انا عندي من اول H1 H2 3 4. طيب انا كل مره بكتب فيها كود جديد انا بدوس كنترول اس، والنقطه دي نحلها كنترول اس علشان لما اروح للمتصفح يقرا. شايفين هنا ال H6 صغير قوي، فانت هنا عندك خيارات مختلفه تقدر تستخدمها في اماكن مختلفه. عايز تظهر حاجه ان هي مهمه قوي او كبيره قوي فانت بتظهر مثلا بتستخدم H1. حاجه اصغر شويه فانت بتستخدم H6. عندنا كمان element مهم حابب ان احنا نتكلم عنه النهارده، وهو element اسمه B او باراجراف. بيتكتب بالشكل ده. هنا انت تقدر تتكلم عن نفسك، قال له my name is مثلا is مصطفى I am an Egyptian developer. بالشكل ده انت ممكن تكتب هو بي اختصار للباراجراف، بيدي برضو شكل معين. يعني زي ما انتم شايفين شكل تحس ان هو حلو قابل ان انت تقرأه. فهنا خيارات مختلفة بنقدر نستخدمها باشكال مختلفة او في اماكن مختلفة علشان تدينا نتيجة معينة. النهاردة اتكلمنا عن ال H1 او فكرة الهيدنج والباراجراف، واتكلمنا ليه في elements مختلفة في ال HTML. ده كان فيديو النهاردة، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.